هنعمل النهاردة مع بعض وصفة نازلة ترند جديد اليومين دول، وحرفيا قلب السوشيال ميديا. كل ما اقلب بلاقي بسكوت الويفر، فانا قلت لازم اعمل بسكوت الويفر ده نازل ترند بقى، واشوف ايه الوصفة دي بقى طعمها عامل ازاي. وحرفيا طلع اختراع، بسكوت على كيكة. ما تعرفوش بقى ان هو بسكوت ولا كيكة، بس طعمه وهم وخيال. يلا بينا بقى نبدأ بالمقادير، ولازم تحفظوا الفيديو ده لان الوصفة دي حرفيا ادمان. يلا بينا نبدأ. عندي هنا 3 حبايات بيض، والبيض لازم يبقى بره التلاجة، ما ينفعش نخرج البيض من التلاجة ونشتغل بيه. وطبعا عشان البيض والزفارة فاحنا هنحط نقطتين من الفانيليا السايلة، او بودر عادي مش هتفرق كتير. لو بودر هتحطوا كيسين او ظرفين من الفانيليا البودر. هقلب. طبعا كل شغلنا هيبقى بالمضرب اليدوي، يعني مش خلاط ولا مضرب كهرباء ولا وجع قلب. هنا ضفت للبيض نص كوباية من السكر الحبيبات، وقلبت كده، حركتهم تقلبتين 2. وضفت كمان نص كوباية زيت. يفضل ان الزيت ما يكونش ليه ريحة عشان ما يأثرش طبعا في طعم الويفر او بسكوت الويفر. كل حاجة انا هضيفها هقلب كده تقلبتين بالمضرب اليدوي. هنيجي هنا بقى للدقيق، فانا حطيت 2.5 كوباية. طبعا هرجع واقول كل انواع الدقيق بتختلف من نوع لنوع، فانتي الاول حطي 2.25 كوباية، وبعد كده لو لقيتيها لسه عايزة كمان ضيفي لها ربع كوباية كمان. مع الدقيق ضفت لها معلقة كبيرة نشا ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. عجنت العجينة بتاعتي لحد ما وصلت بالقوام ده، طرية وجميلة جدا. العجينة بتاعتي هقسمها على نصين، عشان نص هخليه بالكاكاو ونص هخليه بالفانيليا زي ما هو. دلوقتي ضفت معلقتين كبار كاكاو، والكاكاو يكون خام، وهضيف معلقتين كبار من الزيت. فضلت اعجن فيها لحد ما بقى بالشكل ده، قوامها حلو قوي وطرية جدا. دي طبعا بالنسبة للفانيليا. انا عندي بالنسبة لعجينة الكاكاو فكانت قاسية معايا شوية، فضفت لها بيضة وشوية فانيليا عشان الزفارة، وعجنت فيها كتير لحد ما قوامها بقى بالشكل ده، طرية وحلوة جدا. فلو كانت قاسية معاكم فانتوا هتحطوا لها بيضة وشوية فانيليا، هتعجنوها وهتلاقوها زي الفل. طبعا هفضي الترابيزة او الرخامة. شلت حديقة الزهور اللي كانت عندي على الرخامة، وبعد كده حطيت اكياس نايلون على الرخامة وحطيت عليها العجينة. فردت العجينة بالشكل ده. وطبعا معلش ان انا ما ظهرتش طريقة الفرد، لان انا عندي النشابة كانت اتكسرت، يا دوب كنت بسمي الله ولقيت النشابة اتكسرت، فما كانش هينفع انها تظهر. فانا هقول لكم طريقة الفرد هتكون عاملة ازاي. عجينة الكاكاو فردتها لوحدها، وكمان عجينة الفانيليا فردتها لوحدها، وطبعا فردتهم على كيس نايلون. يعني العجينة البني فردتها على كيس نايلون، واللي بالفانيليا فردتها على كيس نايلون. دلوقتي بقى هبدأ احط الابيض على البني، وهبدأ بقى افردهم هما الاتنين على بعض لحد ما اوصل لدايرة كده حلوة كده كبيرة، وفي نفس الوقت ما تكونش رقيقة قوي، تكون كده يعني سميكة سنة بسيطة وما تبقاش رقيقة خالص. هفضل اطبق في العجينة 4 تطبيقات. يعني انا دلوقتي تنتها وفردتها، ادي كده التطبيقة الاولى، وتنتها مرة تاني وفردتها التطبيقة التانية. هفضل اعمل كده لحد ما اتني في العجينة 4 تطبيقات. وعندما اخلص التطبيقة الاخيرة هاخد العجينة بتاعتي وهحطها في الصينية. الصينية طبعا مش هتكون مدهونة زيت ولا سمنة، هحطها على طول كده على الناشف، وهسيبها تستوي لمدة 25 دقيقة. ياريت طبعا تستوي على درجة حرارة 180، وما طولش فيها في الفرن، لانها لو طولت هتقرمش كده معاكم وهتقلب لبسكوت جامد جدا. فاحنا عايزينها مش بسكوت ولا عايزينها كيكة هشة، عايزينها ما بين البنين، فهتتساب 25 دقيقة في الفرن. ولما اخرجها بره الفرن هسيبها تهدى حاجة بسيطة، وبعد كده هحط الشوكولاتة عليها. الشوكولاتة هسيحها على حمام مائي او في الميكرويف لمدة دقيقة. دخلتها التلاجة لحد ما الشوكولاتة كده مسكت شوية، وعدت عليها السكينة تاني عشان الترك كده يطلع سليم وشكله حلو. وده شكلها في النهاية، شكلها تحفة ما شاء الله، طبقات من السعادة كده زي ما بيقولوا. ما شاء الله شكلها حلو قوي وشكلها شيك في نفس الوقت، وتنفع طبعا للعزومات، وتنفع لو اي حد كده جالك على غفلة ممكن تعمليها. وبصراحة كده تستاهل الضجة الكبيرة اللي عاملينها على السوشيال ميديا.
كل ما بقلب حرفيا كنت بلاقي بسكوت الويفر، فانا قلت لا بقى ما بدهاش، انا هقوم اعمل بسكوت الويفر ده واشوف شكله وطعمه عامل ازاي. ولو عجبكم الفيديو انزلوا تحت اشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. بحبكم في الله، وما تنسوش تصلوا على النبي.